الأخ مصطفى النجار، اليوم السابع. اتفضل. حضرتك دلوقتي اتكلمت عن المواطنة، حقوق السياسية، اتكلمت عن الحوار مع الأحزاب والمعارضين. كنت عايز أعرف حضرتك في اتهام دلوقتي بيوجه لشخصكم إن أنت حضرتك مفيش متسع إن أنت تقعد مع معارضين في مناظرة أو مواجهة علنية. كنت عايز أعرف يعني وجهة نظر حضرتك في النقطة دي، وهل ممكن ومين الشخص المرشح إن أنت تتناقش معاه، سواء من الإخوان أو من الأحزاب أو اللي هم الجماعات الفيسبوك زي 6 إبريل أو كفاية أو شكرا. طب ردوا انتوا بقى عليه ده. رد يا حسين. بص، خليني ارد رد واضح. احنا يعني سواء بتكلم على الحزب بشكل عام او بتكلم على امن السياسات، بتكلم مره اخرى من وحي مسؤوليتي فيما يخص صياغه السياسات واقتراحاتها. احنا منفتحين على المجتمع، ويمكن اللي بيتابع، انت ذكرت لقاءات مع الشباب، احنا بننزل لمواقع شبابيه ونقعد مع الشباب. عملنا اكثر من لقاء مع الشباب وفتحناه على صفحه الانترنت عشان نتحاور مع الشباب بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. بننزل في الاوساط الطلابيه. انا نزلت يعني على سبيل المثال، بس كنت من الاسبوع الماضي كنت في محافظة قنا، عقدنا اجتماع مع شباب وطلبة من جامعة جنوب الوادي في الأقصر. بننزل نقعد مواطنين، بنقعد مع أصحاب رأي، منفتحين على الصحافة. وكما ذكرت على مدار الأعوام الماضية بتكلم كحزب، يعني مش عايزين نشخصن الأمور، بتكلم كحزب. احنا منفتحين وفي حوار قد يكون جزء منه علني، قد يكون جزء منه مش علني، مع الأحزاب حول قضايا مختلفة كما ذكرت. فكرة بقى المناظرة ومش مناظرة، ما اعرفش انت بتتكلم على انتخابات وتتكلم بشكل عام. يعني مفهوم ان المناظرات دائما بتقترن بحملات انتخابية، وعايز ارجعك مرة اخرى ان في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة عام 2005 الحزب اقبل، وكان حتى في التلفزيون المصري، على المشاركة في عدد من المناظرات ما بين قيادات من الحزب الوطني وعدد من القيادات من الأحزاب المعارضة، سواء كانت على قضايا اقتصادية أو قضايا اجتماعية أو قضايا سياسية. فمن ناحية المبدأ واحنا داخلين على عام انتخابي، ومرة أخرى بتكلم بشكل مؤسسي، أعتقد الحزب يرحب أنه يدخل في حوار أو مناظرة زي ما تسميها مع الأحزاب الأخرى للحوار الموضوعي الجاد حول قضايا السياسات العامة وحول رؤيتنا ورؤية الآخرين للمستقبل. وده اللي احنا هنبدأ في الإعداد لطرحه قبل الدخول في الانتخابات القادمة. معلش أنا آخر سؤال، لأن أنا الحقيقة أنا عندي لقاء تاني لازم أتوجه إليه بشكل